السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم دوجا كيتشن. اليوم غنقدم معكم واحد المسمنات اللي كيجيو زوينين ومورقين واللي كيتعمروا بلا كريم باتيسير والتفاح. دوزوا معايا نشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا هنايا 400 غرام ديال الطحين الابيض نوعيه جيده، 400 غرام يعني ما يعادل 4 كيسان ديال العنبه. عندي هنا واحد فانيا ونص خماره، النص الاخر غادي نحتفظ به تنستعملو تنشوفوا معايا فاش غنستعملو. عندي هنا فانيا، عندي نص خماره، عندي معلقه كبيره ديال الزيت المائده، معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، معلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الخل. غندوز نخلط. غناخذ هنا اولا الزيت والزبده، كيف قلت لكم الزبده بحراره المطبخ يعني مخرجينها قبل. بعد ما خلطت ديك الزبده مزيان والزيت مع الطحين رملته، ضفت العناصر الاخرين وزدت الماء. هنايا انا كنعجنها، ما كنخليها لا مرخوفه بزاف ولا مجموعه، يعني ما بين وبين. انا هنا غندلكها حيتها من القصريه، حطيتها فوق الرخامه ندلكها شويه ونحطها باش ترتاح. كل ما ارتاحت معنا هنا العجينه كتكون مزيان، يعني ساعه ساعتين ماشي مشكل حيت ما فيهاش الخميره. انا هنا غنديرها في بلاستيكه وغنسد عليها. شوفوا العجينه ديالنا القوام ديالها كيفاش داير، يعني ما ثقيله ما مرخوفه. انا هنا درتها في ميكا، غنحزم عليها وغنخليها ترتاح. قد ما ارتاحت كيف قلت لكم يكون احسن. هنا العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت شوفوها كتولي مطاطيه، كنقطعها الكويرات. وعندي في ديك الزلافه الزبده دايبه، الزبده ديال التوريق يعني المارغرين يا اما ماماتي او البونه، او كاين عده انواع. المهم ذوبتها وزدت معها الزبده ديال العبار باش تزيد البنه. زبده العبار كتزيد شويه المذاق. واما بالنسبه للزبده ديال المارغرين راه كنمرقوا بها. غنضيف هنا الاضافه اللي قلت لكم ديك نص خماره، غنزيدها دابا مع هاد الزبده. شفتوها كيفاش جات هي مكشكشه، انا خلطتها معاها حيت نص خماره درتو في العجين والنص احتفظت به تزدتو هنايا في الزبده الدايبه. كنقرص في المسمنات ديالي كيف كتشوفوا.
هنا من بعد ما كملت التربيعات ديال المسمن ديالي ربعته كامل، غادي ناخذ واحد المربع وغادي نقرصو على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا في الصوره، وكنقطعو غنقسمو على جوج النصفين صافي، ونديرو في لاطه اللي كتدخل الفران. راني ديجا كنت صايبت جوج، غادي نبسطهم بهذه الطريقه، وغادي هكا نجمع هذوك الجنيبات على هذاك الشكل كيف ما كتشوفوا. وغادي ندير لا كريم باتيسير ديالي اللي كنت ديجا حضرتها معكم في القناه. انا كندير 2 معالق ديال البودره ديال كريم باتيسير مع نص لتر الحليب ومعلقه ديال السنيده او 2 على حسب الذوق. كنستمر بهذه الطريقه. من بعد ما كنبسط الكريمه ديالي على وجه العجينه، كنستف الطريفات ديال التفاح اللي كنكون قطعتهم من قبل وعصرت عليهم واحد القطرات ديال الحامض باش ما يكحالوش. يمكن لكم هنا تستخدموا الخوخ او البرقوق، اي فكيه عندكم تستعملوها من غير هكا فواكه اللي كتلقوا الماء ما ديروهمش. التفاح، الخوخ ديروه، البرقوق حتى هو. هنا غنجرب معكم واحد الشكل اخر. كيف قلت لكم مهم انا عطيتكم الاساس لا باز هي العجينه، والتزيين وطريقه الخدمه كتبقى لكم نتوما، يعني الشكل تفننوا فيه كيف بغيتو والعماره اللي بغيتو. انا درت دابا هذا الشكل على الشكل ديال الجوا. ممكن لكم في ديك البلاصه ديال السده الوسط تزوقوا بديك لي فخوي كونفي، دوك الفواكه المجففه اللي كتكون في الالوان حمراء خضراء، هادوك ديروها الوسط. انا اكتفيت غير بالتمر هو اللي موجود عندي. هنايا عمرت دوك البقايا ديال التفاح ولا كريباتيسير. غنزيد معكم واحده اخرى. وكيف يمكن لكم انكم هاد المربع الكبير الا جاتكم الا بغيتوهم صغار راه غندير معكم نعطيكم واحد غندير معكم موديل باش تشوفوا. غنقطعها على 4 وغنخرج منها 4 صغار من هاد المسيمنيه الكبيره. انا درت شويه د اللوز مهرمش، ها نتوما كيجي بحال الجوا. الوسط درت هذيك التقيبه فين درت شويه اللوز، تما يمكن لكم ديروا الفواكه الجافه الا كانوا عندكم. دابا غندير معكم الصغيورين اللي قلت لكم. ها نتوما داك مربع قسمته على 4، كيجيو هاد الصغيورين كيجيو حليلوين. صافي غنكمل بهاد الطريقه، كنعمرهم بلا كريم باتيسير واللوز مهرمش، وغنسدهم من الوسط بطريف ديال التمر او الزبيب او اللي عندكم في الدار هكا كيف كتشوفوا معايا. وغنستفهم دابا كنستفهم في اللاطه ديالي ان شاء الله ملي بغي ندهنهم بالبيض ونتلاقاو.
هنا كيف كتشوفوا معايا خديت صفار ديال البيض مع قطرات ديال الخل، غندهن به المسمنيات ديالي. كيف كتشوفوا في ديك البلاصه راني درت طريف ديال التمر، يمكن لكم تزيين ديروا اللي بغيتو. هنا غندهنهم كلهم بالصفار ديال البيض، وهذوك اللي فيهم التفاح غندهن غير ديك الحاشيه ديال العجينه، ما نوصلش البيض للتفاح نهائيا كيف كتشوفوا معايا في الصور. هنا من بعد ما غندهن المسمنات ديالي غادي ندخلهم للفران اللي مسخناه، وغندخلهم ونقص عليهم نخليهم يطيبوا على خاطرهم، وملي غنخرجهم نزينهم تزيين كيبقى على حساب كل واحد. ها هو الشكل ديال المسمن ديالي من بعد ما خرجته من الفران. كيف كتشوفوا انا زينته بهذه الطريقه. التزيين كيبقى على حساب كل واحد، كيف كنقول لكم ديما. انا رشيت عليهم واحد الرشيشه ديال السكر ثقيل، ودرت لوز افيلي. كنتمنى هاد المسمنات يعجبكم، وشكرا.